كلنا بنحب نشتري براندات زي نايكي، اديداس وكيلفين كلاين باسعار رخيصه من محلات زي تارجت وراس برلينتون. انت عمرك وقفت ثانيه وسالت نفسك سؤال مهم؟ البضاعه دي بتيجي منين؟ يعني ازاي تيشيرت يبقى في المحل الاصلي ب 50 دولار وتلاقيه في برلينتون او راس او تي جي ماكس ب 15 دولار؟ اكيد في سر في الموضوع. انت بتحس انك بتعمل صفقه جامده جدا، بس في نفس الوقت في صوت جواك بيقول لك الموضوع ده مش منطقي. اغلب الناس فاكره انها مجرد بواقي من المواسم اللي فاتت وموديلات قديمه، وده جزء صغير من الحقيقه بس مش الحقيقه كلها. وناس تانية فاكره انها بضاعه فيها عيوب بسيطه، وبرضه ده مش السبب الرئيسي كده. السر الحقيقي بيفضل مستخبي عن 90% من الناس اللي بتشتري من هناك. بس انا النهارده هكشف لك الثلاث اسباب الحقيقيين اللي بتخلي اسعارهم كده، وركز معايا في السبب الثالث لانه هو الصدمه اللي هتغير كل تفكيرك عن المحلات دي للابد. اولا الاوفر ستوك، وده البراند بيصنع مثلا 800,000 قطعه، فبيبيع في المحلات الرئيسيه 800,000 وبيخلي 200,000 مش عارف يوديهم فين، فبيضطر يبيعهم للمحلات دي بسعر قليل جدا عشان يسيل فلوس ويفرغ المخازن عنده. تاني حاجة الطلبات الملغية، الكانسل اوردر. محل كبير زي ميسيز او نوردستروم ممكن يلغي طلبية ضخمة في اخر لحظة. البراند بيكون خلاص صنعها، البضاعة هتروح فين؟ فبدل ما يخسر فبيروح يوديها لراس او تي جي ماكس او برلينتون. حط في دماغك ده بيكون 20% من البضاعة اللي موجودة في المحلات. نيجي بقى للسر الثالث وده الأهم والأخطر، وجزء كبير من البضاعة دي اتصنعت مخصوص للمحلات دي، وبيبقى اسمها البضاعة بتبقى اسمها made for outlet، وده معناه انهم بيستخدموا خامات ارخص وعيوب تصنيع بسيطة عشان يوفروا في التكلفة. يعني الحاجات اللي ما عدتش من الكواليتي كنترول بيودوها للمحلات دي. والنتيجة ايه؟ تيشيرت ممكن يتغسل مرة واحدة بس ويبوظ او يكش. يعني من الاخر بدل ما تيشيرت يعيش معاك من البراند الاصلي 3 سنين، انت بتشتري تيشيرت عليه اللوجو وفرحان بيه عشان تخرج بيه مرة او مرتين بالكتير وترميه. الخلاصة هنا ده معناه ما تشتريش من المحلات ديت؟ لا، اشتري طبعا، بس خليك ذكي قبل ما تشتري. امسك القطعة، شوف القماشة محروقة ولا لا. حاول بقدر الامكان لما تروح البيت اول حاجة البسها وجرب اغسلها وشوفها بتكش او بتغير لونها. وفي الاخر انت معاك 30 يوم ترجيع، ترجعها في اي وقت، وحتى لو غسلتها وكشت انت تقدر ترجعها ومن حقك. فالخلاصة ما تشتريش الاسم وخلاص، اشتري القيمة اللي هتاخدها. قولي بصراحة بقى في الكومنت، هل المعلومة دي هتغير طريقة الشوبينج بتاعتك في المحلات ديت ولا هتفضل زي ما انت؟ سلام، اشوفكم في فيديو تاني.